ممكن يتعمل عليك هاك من غير ما تنزل برامج ولا تدوس على اللينك. قاعد في كافيه وفتح الواي فاي بتاع المكان والدنيا جميله، فالنت يفصل وبعدها على طول موبايلك يتصل بنفس الشبكه تاني وهتكمل عادي. بس اللي حصل في الكواليس مش عادي. من اللحظه دي اي حاجه بتعملها على النت بقت في ايد الهاكر. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ اللي حصل ده اسمه دي اوثنتيكيشن اتاك. الهاكر بيبعت اشارات مزيفه للراوتر ان في مشكله في الامان، فيخلي الراوتر يخرج كل اللي في الشبكه. وفي نفس الوقت الهاكر بيشغل هوت سبوت بنفس الاسم والباسورد بتوع الشبكه الاصليه، فجهازك بنسبه 100% هيعمل كونكت عليه. مثلا يقدر يعمل بعدها ميدل مان اتاك، وهو ان اي حاجه هتتبعت او هتستلمها على جهازك هتعدي عليه في النص وينظم او يعدل البيانات اللي هتجيلك. اتفضل تيجي دورك، اتفضل تيجي دورك. ولو كنت كتبت اي باسورد او بيانات الفيزا بتاعتك عشان تشتري حاجه هيقدر يشوفها بكل وضوح. تعالى بقى اقول لك ازاي تحمي نفسك. اول حاجه ما تتصلش باي شبكه واي فاي عامه الا لو مضطر، بس لو اتزنقت هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة دي. انك تفتح VPN، لان كل البيانات اللي بتتبعت عليه بتبقى مشفره. تاني حاجه اتاكد ان كل المواقع اللي بتدخل عليها تبقى عليها علامه القفل دي، وده معناه ان الموقع بيشفر البيانات اللي بتتبعت عليه ومفيش اي حد يقدر يشوفها. بس عارف انه بعد كل ده ممكن برضه يعمل عليك هاك؟ يا لهوي! اعمل فولو بقى واقول لك نوع الاتاك في الفيديو اللي جاي وازاي تحمي نفسك.